النهارده هاعلمكم تكنيك حلو قوي بيخلي تزيين الكيك في حتة تانية خالص، واكيد انتوا شفتوه قبل كده معايا في الكيكات. فالنهارده هشرح لكم ازاي بعمله بالتفصيل. اول حاجة كده احنا مش بنحتاج غير مكونين اتنين بس احنا لازم نعرف ازاي هنستخدم المكونين دول. انا بستخدم شوكولاتة خام، طبعا بنستخدم اي نوع احنا بنحبه، بس اهم حاجة تكون جودته ممتازة. الشوكولاتة بتكون سهلة في التقطيع لما بنستخدمها بدرجة حرارة المطبخ، بس مفيش مانع ان احنا نستخدمها من التلاجة على طول. نقدر نستخدم شوكولاتة بالحليب، شوكولاتة خام اللي هي الدارك، ونقدر نستخدم الشوكولاتة البيضة. بس اهم حاجة ما ينفعش نخلط كده ما بين الشوكولاتة البني والشوكولاتة البيضة، علشان خاطر النتيجة النهائية مش بتكون حلوة. طيب يا ندى، امتى نستخدم بقى تكنيك الشوكولاتة ده؟ انا بستخدمه بصراحة لما اكون حابة ان الكيكة كده تطلع بروفيشنال اكتر ويكون شكلها حلو، كمان لما بيكون مش متوفر عندي غير الشوكولاتة، فدي تنفع قوي. وانا هشرح لكم ازاي تعملوا. لما بنقطع الشوكولاتة كده بنحط عليها معلقتين 3 من الزيت. كمية الزيت هنا بتختلف على حسب كمية الشوكولاتة، ومش بنزود زيت كتير علشان الزيت بيطريها ومش بيخليها تنشف على الكيك كويس. المهم بعد ما قطعت الشوكولاتة حطيت عليها معلقتين 3 من الزيت وسيحتها على بخار المية، وبعد كده استخدمت ورق فاكيوم زي ما انتم شايفين كده، وفردت عليه الشوكولاتة. ولازم نفردها كويس قوي زي ما انا بعمل كده. الحركة اللي انا بعملها دي مهمة قوي علشان هي اللي بتوزع الشوكولاتة بشكل كويس وبتخليها مفرودة. ارتفاع ورق الفاكيوم بيكون على حسب ارتفاع الكيكة اللي انتوا عاملينها، دي حاجة برضو لازم تركزوا فيها. طبعا انا هنا مثبتاها بكوبايتين 2 علشان تمسك الورقة، وبعد ما بسيبها كده في حرارة المطبخ تنشف. احنا مش عاوزين ننشفها، احنا عاوزينها تتشمع، يعني لدرجة ان احنا لما نيجي نشيلها ما تقومش واقعة الشوكولاتة. زي ما شفتوا كده وانا بشيلها الشوكولاتة ما وقعتش ولا اي حاجة. امتى نشيل ورق الفاكيوم؟ لما نتأكد ان الشوكولاتة بقت متماسكة على الكيك، وبعد كده بنقوم شايلينها على طول. وبس كده، قولوا لي رأيكم في الكومنت. باي باي.